ماشي. في شابتر 2 عندك ال 3D التحليل اللي عليه والبوزيشن فيكتور، الاتنين تحليل. ايه أهمية الموضوع ده؟ أهمية الموضوع ده إن هو مش في شابتر 2 بس، في شابتر 2 في شابتر 3 في شابتر 4 في شابتر 5. تمام؟ ليه علاقة بيهم كلهم، فياريت تكون فاهمهم كويس، ما بصمكش. حاول افهم انت بتجيب ايه ومحتاج ايه وعاوز ايه عشان تجيبه وبتجيبه ليه. تمام. لان ده مهم في الجزئيه اللي بدات بتاعت البرودكت بتاعت البروجيكشن، ومهم في شابتر 3، ومهم في شابتر 4 في المومنت، ومهم في شابتر 5 بتاع النورمال رياكشن والحاجات دي والرياكشنات يعني. ما علينا. انا عندي دخلنا بتاعت ابعاد 3 دي، يعني تلات ابعاد، يعني عندي اكس وواي وزد. عندي طبعا زي ما قلنا في شابتر 2، عندي في شابتر 2 ايه، في 2 دي التحليل عبارة عن تبسيط لإيه؟ تبسيط لمحورين. في ال2 دي كان عندي إكس وواي اللي هو بعدين بس، وببسط عليهم، بحاول أخلي كل القوة على البعدين دول. أنا هنا عندي تلات أبعاد، إكس وواي وزد. تمام. عموما اتجاه الإكس أي، اتجاه الواي جي، اتجاه الزد كي. تمام. ودي يعني رموز عادي احنا بس معتمدينها يعني. تمام. لو أنا عندي القوة هنا باينة إن هي، أنت لازم تكون عامة بتعرف تتخيل، عندي القوة هنا طايرة في التلات أبعاد كأنها طالعة للصفحة كده، طالعة لفوق. تمام. هي قريبة لأنهي محاور، للزد الموجب والإكس الموجب والواي الموجب، يبقى هي هتتبسط على الإكس الموجب والواي الموجب والزد الموجب. طب لو كانت تحت هنا مثلا، كانت هتتبسط ازاي؟ على الإكس الموجب والواي الموجب والزد السالب، لأن هي أقرب للزد السالب من الزد الموجب. المهم إن هي هتتبسط على التلات محاور، بس موجب وسالب دي بيحددها مكانها، هل هي هنا ولا هي ورا، ولا هي ورا تحت، ولا هي ورا خالص بقى، اللي هو يعني في الجزء اللي ورا ده اللي ورا الزد. تمام. فهو على حسب هي فين. ماشي. فانا عندي، انا هنا قريبه للتلاته موجب، فهتتحلل تبقى عندي هنا مقدار منها اكس، ده فيكتور اسمه ايه. ماشي. مقدار منه هيبقى هنا اكس، ومقدار منه هيبقى هنا واي، ومقدار منه هيبقى هنا زد. تمام. عاوزين بس نتفق على كذا حاجه. لما اجي اقول لك ايه فيكتور، او ايه كارتيزيان فيكتور، او ايه متجه، سميها زي ما تسميها، هي عباره عن ايه، الايه اللي فيها سهم ده. هو عادة ما بيكتبوش يعني، بس هو بيقول لك كارتيزيان فيكتور بس عشان ايه، انا بدل ما اكتب كلمه فبكتب لك علامه انه في سهم. ماشي. ده عباره عن ايه، عباره عن الاي اكس اي اللي هو تحليل الاكس في اتجاه الاي اللي هو في اتجاه الاكس، زائد اي واي جي اللي هو في اتجاه الواي، مقدار الاي على الواي في اتجاه الواي، زائد اي زد في الكي، اللي هو التبسيط اللي انا اخدته. تمام. انا كده بسطت الايه. ماشي. في برضو حته في التبسيط، لو انا عندي الايه ده على محور. تمام. يعني انا عندي كده 3 محاور، والايه هنا على الزد، تبسيطه هيبقى ايه، الايه فيكتور هيكون ايه، هيكون عباره عن 0 و0 وايه، اي زد كي، المحور اللي هو عليه، لان هو ممشيش غير على ايه، على ايه زد. وهثبت لك ده بعدين. ماشي. يعني مش هخليك تبصمجها برضو، حتى دي مش هخليك تبصمجها. ما علينا. احنا هنا عندنا اكس وواي واي وزد. تمام. ده اللي هو مقدار التحليل. عندي حاجه اسمها الماجنتيود وبحطها في علامه ابسوليوت كده. دي مش علامه ابسوليوت، يعني مش علامه مطلقه، عادي الماجنتيود مش عارف، ممكن برضه يكونش بالسالب، عندنا ما بيدولكش بالسالب. فكك من حوار سالب وموجب ده دلوقتي، مالناش دعوه بيه. الماجنتيود ده هي القيمه اللي على السهم بتاعي، يعني السهم بتاعي قيمته كام، 100 200 300 400 هكذا. فهي قيمه مش متجهه، مش اي ولا جي ولا كي. طب دي يا اما هو بيكون مديها لك على الرسمه، وده اللي عاده، او لو هو طلبها في اي شابتر من الشباتر محتاج تجيب الماجنتيود، بجيبها عن طريق جذر ال ax بار 2 بلس ال ay بار 2 بلس ال az بار 2، هيديني قيمة واحدة. بص ليه بكتب لك اي وجي وكي؟ اي وجي وكي معناها ما ينفعش تجمع دول على بعض. تمام. يعني لو واحد اي واتنين جي ما تقوليش 3، ما ينفعش. تمام. لان هما مش في نفس البعد. طب انا هنا مش كاتب لك لا اي ولا جي ولا كي، يبقى ينفع ده اجمعهم، يبقى اديني رقم واحد. تمام. فانا هنا ينفع اجمعهم. ده كده بالنسبه ايه للماجنتيود. عندي حاجه تانية. تمام. فيكتور ايه ده عامل زاويه مع محور اكس اسمها الفا، عامل زاويه مع محور واي اسمها بيتا، عامل زاويه مع محور زد اسمها جاما. تمام. يبقى هو عامل ايه، زاويه مع 3 محاور.
طبعا على حسب هو مكانه فين، احنا هنا عشان معتمدين ان هو في الربع الاول فمعتمدين ان هو كده. تمام. تمام. بص بقى، الزاويه دي ايه علاقه ربطها بالكلام اللي انا لسه قايله؟ عندنا حاجه اسمها يونت فيكتور، وده مرموز له بالرمز يو. يو بكتب يونت فيكتور الايه، انا بجيب يونت فيكتور الايه يبقى اكتب ايه صغيره كده، يونت فيكتور الايه. يونت فيكتور الايه ده معناه ايه؟ ده معناه اتجاه الايه، يعني ايه؟ عاوز اثبت اتجاهه بغض النظر عن قيمته، عاوز اعرف هو فين بغض النظر عن هو بكام. تمام. تمام. طب ده بجيبه ازاي؟ ده بجيبه عن طريق الزوايا، انا بجيب بس هو مكانه، فماليش دعوه، ماليش علاقه بقيمه. فهو عباره عن كوزين الالفا زائد كوزين البيتا زائد كوزين الجاما. تمام. وده برضو اتجاهات في اي جي كي، يعني ما ينفعش اجمعهم على بعض. تمام. طب انا لو حبيت اجيب قيمه الالفا اعملها شيفت كوزين تديني الالفا، او هو مديها لك فانت بتجيب منها اليونت فيكتور. طيب، اليونت فيكتور هو اتجاه او وحده المتجه، عشان كده اسمه يونت فيكتور. تمام. فوحده المتجه ليه اسمه وحده؟ لان الماجنتيود بتاعه بيساوي واحد. هتقول لي وانا استفدت ايه؟ هقول لك ان انا لو حبيت اجيب الماجنتيود بتاع ده فيبقى واحد، لان احنا قلنا الفيكتور بواحد بيساوي كوزين الالفا باور 2 اي زائد كوزين، بس مش اي، كوزين البيتا زائد كوزين الجاما. تمام. يعني انا ينفع اجمعهم على بعض عادي، كلهم باور 2، كلهم باور 2. ماشي. بص، هتقول لي انا القانون ده هستفيد بيه ايه؟ هقول لك لو انا معايا الفا وبيتا وعاوز اجيب جاما بجيبها من هنا، الفا وبيتا وعندي مجهول واحد، شيفت سولف هتديك رقمين. تمام. لان في باور 2، فالباور 2 بيديك يا سالب يا موجب، يعني مثلا ممكن تديك 60 و120، هتختار انهي؟ تمام. على حسب الرسم، هشوف الرسم مثلا على رسمتي دي الجاما هي القريبة من هنا يبقى دي هي 60. طب الناحية التانية اللي هو مع الزد السالب، مع الزد السالب اللي هي كل دي قلب 120، فانت لو هتحطها هنا هتحطها قيمتها بسالب، لو هتحطها هنا هتحطها قيمتها بموجب. فهي على حسب انت اخترت ايه من على الرسم، هتحط موجب ولا سالب. ماشي. ماشي. ده بالنسبة ليونت فيكتور. هتقولي طب انا اليونت فيكتور اصلا بجيبه ليه؟ يعني هستفيد بيه بايه؟ هقولك اليونت فيكتور بتاع متجه ايه او فيكتور ايه ضربته في ماجنتيود فيكتور ايه نفسه هيديني ده ايه فيكتور، او ايه في الكارتيزيان فيكتور هيديني التحليل. يعني ايه؟ يعني الايه فيكتور اللي انا بادئ بيه اصلا بجيبه ازاي؟ اللي انا بجيب دول ازاي؟ بمسك الاي اكس بضربها في كوزين الالفا اي زائد الاي واي في كوزين البيتا جي زائد الاي زد في كوزين الجاما كي. فهمت؟ يعني انا بعمل ايه؟ بمسك الايه قيمتها اللي هي مثلا 100، اضربها في كوزين الالفا اداني الاي اكس، اضربها في كوزين البيتا ادتني الاي واي، اضربها في كوزين الجاما ادتني الاي زد. يبقى انا استعملت اليونت فيكتور علشان احول ده، والكلام ده مهم لان انا بحتاجه في كل الشباتر اللي جايه. تمام. بالذات اللي هو يعني القانون ده. تمام كده. ان انا ازاي احول القوه لمتجه؟ ازاي؟ هضربها في الاتجاه اللي هي عليه هيديني القوه متجهه. تمام. او في وحده المتجه اللي هي عليه تديني ايه؟ القوه متجهه. تمام. تمام. طب ده بالنسبه للتحليل مع الالفا والبيتا والجاما، ولو معايا اتنين منهم اجيب التالتة ازاي من القانون ده وقلنا عليه. طيب، نيجي هنا. مرات ما بيديكش الفا وبيتا وجاما، بيديك حاجه اسمها شادو. يعني شايف دي ايه فيكتور عادي، ويديك ده اسمه ايه داش، وانت بتسميه بتلاقي خط مرسوم على الارض. عندي 3 محاور، عندي خط كده مرسوم على الارض. في المرجع بتلاقيه كمان ملونهولك بالازرق، اللي هو ايه الخط ده؟ الخط ده هو عباره عن اسقاط الايه هنا لتحت. تمام. او لو انا نزلتها لتحت يعني، هو بيكون مديك زاويتين عاده. بيديك مثلا دي الزاويه اللي مع الشادو، يعني دي زاويه مع محور. ماشي. قول مثلا مديلك ب30، ومديك المحور اللي على الارض اللي انت لسه متعرفش هو ايه مع الاكس مثلا او مع الواي، قول مثلا ب40. ساعتها انت ممكن تتسرع وتقول انا هستعمل القانون ده عشان اجيب الزاويه التالتة. اقول لك لا، ركز هنا. الفا مع محور اكس، ومع بيتا مع محور واي، وجاما مع محور زد. هنا دي مش مع محور، ده مع خط تالت خالص، خط رابع. تمام.
فبعمل ايه؟ بتخيل ان انا اخدت الجزء اللي في النص ده، شايف اخدته هنا اهو الاي داش والاي ومحور زد، ودي الزاويه اللي بينهم اللي قلنا 30. تمام، بتخيل ان انا بس مركز على الجزء ده من الرسمه. تمام تمام. وبعمل ايه؟ ده كانه شكل 2 دي، عندي محور ومحور، احلل عادي. هنا الاي داش هتساوي ايه كوزين 30، وهنا ايه ساين 30. تمام ده انا كده جبت التحليل على الزد. تمام، يبقى انا مش هرجع احلل تاني ايه على الزد. بص احنا دلوقتي جبنا الاي داش، فاحنا اتخلصنا من اللي طاير. اللي طاير ده اللي هو فيكتور ايه، اتخلصنا منه، مبقاش موجود. نرجع للرسمه الاصليه. عندي هنا متبقي لي الاي داش، وعندي هنا ايه ساين 30، والاي داش بايه كوساين 30. طيب ايه داش عامل مع محور اكس زاويه 40، بحلله عليها فتبقى ايه داش كوساين 40 ايه داش ساين 40. فك الاي داش لايه كوساين 30، انا اصلا ما عندي، ما يهمنيش قيمه الاي داش، تبقى ايه كوساين 30 كوساين 40. كوساين 40 اهي مضروبه في الاي داش، وهنا ايه كوساين 30 ساين 40. انا كده جبت التحليل لان ده خلاص اختفى، فبقى لي عندي هنا الاي اكس والاي واي والاي زد. هنا بايه ساين 30، هنا ايه كوساين 30 ساين 40، وهنا ايه كوساين 30 كوساين 40. ده قيمتها هنا، ده قيمتها هنا، ده قيمتها هنا، احطهم جنب بعض هيديني الاي فيكتور. تمام تمام. طبعا ما بصمجش، ما تقوليش دي دايما هتبقى كوساين، هي على حسب الزاويه فين. يعني لو ال 40 دي الناحيه التانيه هتبقى دي اللي كوساين ودي اللي ساين، وهكذا. لو ال 30 دي فوق هتبقى دي اللي كوساين ودي اللي ساين، وهحلل بالساين. فاتمنى تكون ايه فهمت هي جت منين وما بصمجتش. ده بالنسبه للتحليل وكل القصص اللي فيه، فاتمنى تكون فهمتها لان هو مهم قوي. ماشي ماشي. ولو ما فهمتش حاول عيد، ولو ما فهمتش تبقى تخش تبعت لي عادي. ما علينا، يعني خلصنا التحليل. تمام، نخش في البوزيشن فيكتور. البوزيشن فيكتور هو عباره عن تحليل بس بنقط. بس اول حاجه في موضوع نسيت اقوله لك فوق، قلت لك هقوله لك. إيه بص بص. انا دلوقتي لما يكون عندي فيكتور في الهواء في التلات ابعاد، فهو هيتحلل على التلات ابعاد. طب لو عندي فيكتور في بعدين، في بعدين بس، لو زاوية 30، هعمل ايه؟ هحلله هنا مثلا سميتها اف، فتبقى اف كوزين 30، وهنا اف ساين 30، وملوش قيمة في الواي لأن هو في بعد الإكس زد بس، يبقى هو هتحلل على حاجتين بس، مش هحلله على الواي، ملوش قيمة على الواي. تمام تمام. طب هنا لو الفيكتور على الواي بس هعمل ايه؟ يبقى هو ما اتحركش لا في الزد ولا في الإكس، هو اتحرك في الواي بس، فقيمته في الواي. مثلا نقول إن ده ب100، قيمته ب100، ايه ب100. احنا قلنا ال100 دي ايه؟ عبارة عن ماجنتيود. طب عاوز اجيبها كارتيزيان فيكتور. قلنا الكارتيزيان فيكتور بيساوي ايه ماجنتيود يونت فيكتور الايه. طب حلو، بص هي دلوقتي على اتجاه ايه؟ هي على اتجاه الواي. بص اتجاه الاكس يونت ثانية، يونت فيكتور الاكس عبارة عن 1 في الاي، تمام، زائد 0 جي زائد 0 كي. يونت فيكتور الواي عبارة عن 0 اي زائد 1 جي زائد 0 كي. يونت الزد هتبقى 0 اي زائد 0 جي زائد 1 كي، اللي هي حرفيا اتحركت خطوة في الاي، ده اتجاه الاكس. اتحركت خطوة في الواي، ده اتجاه الواي. اتحركت خطوة في الزد، ده اتجاه الايه اللي اسمه ده ايه الزد. تمام تمام. فهي على اتجاه الواي، فهعمل ايه؟ يونت فيكتور مضروبة في ايه بقى؟ يونت فيكتور الواي اللي هو 0 اي زائد 1 جي زائد 0 كي. هدخل دي هنا ودي هنا ودي هنا، فتبقى حاجة بحاجة بزيرو. يبقى ال A فيكتور بتساوي 0 I زائد ماجنتيود ال A J زائد 0 K. ماشي، احنا قلنا دي اللي هي بكام؟ ب100. يبقى ال A فيكتور بتساوي 100 J. انا كده عملتها ايه؟ انا كده عملتها ايه؟ متجهة. هي نفس القيمة عادي، بس لان هي على محور واحد، فانا بس حطيتها على اتجاه المحور اللي هي عليه. تمام تمام. نيجي هنا بالنسبة للنقط تتعامل شبه الفيكتور بشوية. عندي نقطة على الإكس مثلا،
تمام. ابعاد النقطه دي ايه؟ مشيت في الواي؟ لا. مشيت في الزد؟ لا. هي مشيت على الاكس. مثلا مشيت على الاكس مقدار 3، فالنقطه دي عباره عن 3 واي زائد 0 جي زائد 0 كي مثلا. طيب لو النقطه دي على وسط محورين مثلا اكس وواي، مشيت هنا 3، مشيت هنا 2 مثلا، ومشيت هنا 4، فابعادها هتبقى ايه؟ النقطه دي مشيت قد ايه في الاكس؟ بعدت قد ايه عن الاكس؟ بص، بعدت نفس المسافه دي اهي. ده المقدار اللي هي مشيته في الاكس اللي هو ب2، يبقى 2 ومشيت قد ايه في الواي؟ مشيت الحته دي اهو، مشيت الحته دي في اتجاه الواي اللي هم 4، يبقى زائد 4 جي زائد 0 كي، لان هي ما طلعتش لفوق ولا نزلت لتحت. طب لو النقطه في الفراغ، تمام، نفس الفكره، ببدا اشوف هي مشيت قد ايه في الاكس وقد ايه في الواي، وهو بيكون راسم لك خطوط وتركز. انا بشوف هي مشيت قد ايه في الاكس. تمام. تمام. طب نيجي موضوع تاني. ايه علاقة النقط باللي احنا بنعمله؟ بص، انا عندي فيكتور اسمه ايه برضو، ومديني قيمته 100 برضو مثلا، وده احنا قلنا الماجنتيود، يبقى انا معايا ايه؟ ماجنتيود ب100. ماشي. ومديني نقطة دي ايه ودي بي. بي دي في الفراغ، ماشي. جبت بي دي مثلا، مشي 3 في الاي زائد 2 في الواي زائد 4 في الكي مثلا، نقطة في الفراغ في التلات أبعاد، فمشيت في التلات أبعاد. والاي دي عبارة عن 0 اي زائد 0 جي زائد 0 كي، لأن هي ما اتحركتش أصلا، هي الأوريجين. تمام. تمام. بعمل ايه؟ زي ما قلت لك، أنا علشان هو بيبقى طالب الاي فيكتور. اي فيكتور قلنا بيساوي ايه؟ ماجنتيود الاي في يونت فيكتور الاي. ماشي. يونت فيكتور الاي أو يونت فيكتور اللي هي عليه، هي على اتجاه ايه؟ على اتجاه اي بي، يعني خط اي بي الاتجاه بتاعه يونت فيكتور اي بي هو اتجاه الاي، لان هي حرفيا فوقيه. تمام. طب يبقى انا عاوز يونت فيكتور اي بي. طب اجيب يونت فيكتور اي بي ازاي؟ يونت فيكتور اي بي هتقول لي انا فاكر القانون بتاع اللي هو اللي فوق ده، بتاع ان اليونت فيكتور بيساوي الالفا والبيتا والكوزين الالفا والبيتا والجاما. اقول لك انا عايز زوايا اصلا، خالص خالص مش زوايا خالص. تمام. فبتعمل ايه؟ بستعمل القانون التاني اللي هو بيقول لك ان الاي بي فيكتور على اي بي ماجنتيود. هتقول لي طب ما هجيب دول ازاي بعد دول نقط اساسا؟ اقول لك جيب نقطه ايه ونقطه بي. اي بي فيكتور اللي انت عاوزه هو عباره عن التاني ماينس الاول. ليه التاني ماينس الاول؟ ثابته. التاني ماينس بي ناقص ايه. نمسك الاي بتاعت البي ب3 ناقص 0 3 اي، 2 ناقص 0 ب2 زائد 2 جي. طب 4 ناقص 0 ب4 كي. هتقولي ايه ده؟ دي نفس نقطة بي. هقول لك عادي، لان انا بماينس من الاوريجن. عامة لو جبت بي ايه هتبقى العكس، هتكون كل الاشارات معكوسة. ما علينا. تمام. تمام. جبت يونت فيكتور اي بي. اجيب ازاي الماجنتيود؟ زي ما قلت لك، عاوز اجيب اي ماجنتيود، امسك دول اعمل لهم باور 3 باور 2 بلس 2 باور 2 بلس 4 باور 2. طبعا ده ما بكتبش فيه اي سالب، ده مهما حصل ما بكتبش فيه اي سالب، لان لو التلاته دي بسالب فالباور 2 هيطيرها. فما تكتبهاش بسالب، لان الاله هتفهم ان السالب دي بره الباور 2، فهتلخبط لك الدنيا. فما تكتبش سوالب خالص، حتى لو فيهم سالب ما تكتبهمش في ده، ما تكتبهمش. ماشي كده. جبت ماجنتيود الايه اللي هو برقم، مثلا طلع 9 مثلا. امسك ال9 اقسمها على ال3 اقسمها على ال2 اقسمها على ال4، جبت يونت فيكتور اي بي. امسك ال3 على ال9 اضربهم في المية، جبت الاي اكس. امسك ال2 على ال9 اضربهم في المية، جبت الاي واي. امسك ال2 على ال9 اضربهم ال4 على ال9 اضربهم في المية، جبت الاي زد اللي هو التحليل. تمام. تمام. مثلا ده مثال لنقطتين مختلفين. مثلا عندي هنا A و B، وده فيكتور اسمه F قيمته ب100. نفس الكلام اجيب نقطة B و A على حسب اتجاه السهم، احدد اجيب BA ولا AB. يعني لو السهم لتحت اجيب BA، يعني A ناقص B، اجيب نقطة A ونقطة B واحسبهم، بعدها اجيب ماجنتيود BA، بعد كده اجيب يونت فيكتور BA اللي هو عبارة عن BA اللي انا لسه جايبه فوق على يونت فيكتور BA، وامسك اليونت فيكتور ده اضربه في ايه؟ في الاف بقى. ماجنتيود الاف اللي هو بيكون مدوني على الرسمه اللي هو ب100، هيديني الاف ماجنتيود. تمام. طيب، ده كده بالنسبه للبوزيشن فيكتور، والبوزيشن فيكتور مهم جدا جدا جدا. وانا لو في معلومه تانية ناقصه هبقى اكتبها برضو في الوصف تاني، إيه زي الفيديو اللي فات.